أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على النبي الأمجد محمد أحمد، علمنا مفهوم السلام الأشمل. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم لقاء القناة عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. هذا العدد بإذن الله: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. قال الله تعالى في محكم التنزيل على لسان سيدنا شعيب عليه السلام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم. كيف يجب أن تتجسد إرادة الإصلاح في المجتمع؟ ما حدود الاستطاعة في تجشم الصعاب لتحقيقه؟ هل الحاجة إلى الإصلاح اجتماعية وثقافية فقط؟ هل نحن بحاجة إلى الإصلاح الديني كما حدث في الغرب، أم أن التجديد في فكرنا الديني يكفينا؟ كيف نتوكل على الله ليوفقنا الله لما فيه الخير للأمة والمجتمع؟ قال الله تعالى في محكم التنزيل: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. الأفاضل الذين سيقاربون هذه الإشكالية القرآنية مبتدأ ومنتهاها واقع نريد فيه إصلاحا على ضوء كتاب الله. الباحث في أصول الدين الدكتور بزاز الخميسي. دكتور الخميسي، مرحبا بك. بك، الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. نسعد أيما سعادة مشاهدي الكرام في هذا العدد أن يكون معنا الدكتور قاسم بالحاج، الأستاذ بكلية علوم الشريعة بجامعة الجزائر. دكتور قاسم بالحاج، مرحبا بك. أهلا وسهلا، شكرا على الدعوة. شكرا جزيلا. أسعد أيما سعادة أن يكون معنا أيضا الباحث في الشريعة والقانون بروفيسور سليمان والخصال. بروفيسور سليمان، مرحبا بك. أهلا بك. الله يبارك فيك. ونسعد أيما سعادة دوما بهذه الإطلالات للفاضل البروفيسور الدكتور الحاج أحمن دواق، أستاذ الفكر الإسلامي بجامعة باتنا. دكتور الحاج، مرحبا بك. أهلا وسهلا، شكرا. الله يبارك فيك. دكتور الحاج قاسم، هذه الآية الكريمة، الآية 88 من سورة هود، على لسان نبي شاع في مجتمعه فساد. وأي فساد؟ فساد الاقتصادي، الغش، التطفيف في الميزان، إحقاق اختلال عظيم في المجتمع. كانت كلمات النبي عليه السلام كلمات راقية: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وحتى ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذا الرقي النبوي الذي نتعلمه من شعيب عليه السلام ومن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه السلام نتعلمه في إدارة الإصلاح. كيف يجب أن نفهمه من منطلق هذه الآية الكريمة؟ نعم، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم. طبعا تحية طيبة للإخوة الأساتذة الأكارم الموجودين في هذه الحلقة العلمية المفيدة، ولكل من يتابعنا من إخوتنا إن شاء الله في هذه القناة الطيبة. نعم. طبعا جميل أن نضع هذه الآية في سياقاتها. أيوة. وضمن كذلك الصورة التي وجدت فيها. نعم. سورة هود تعد سورة
مكية. أيوة. وأتت تقريبا في ظروف كان النبي صلى الله عليه وسلم بأمس الحاجة إلى أن يسمع مثل هذا الخطاب، أن يعرض له أستطيع أن أقول تجارب، أو أن تعرض أمامه نماذج لأنبياء سبقوه وابتلوا في أمتهم وكذلك صبروا وثبتوا، ثم أتى أستطيع أن أقول النصر بعد أن أصيبوا بهذا الابتلاء الذي هو سنة في حياة البشر وفي حياة الأنبياء. ثم كذلك أستطيع أن أقول هذه الدعوة، دعوة سيدنا شعيب، في هذه الصورة تبعتها أو سبقتها دعوات أنبياء سابقين، وكانت الصورة الكريمة تعرض أمام النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه نماذج من دعوات الأنبياء. وأستطيع أن أقول ربما هنالك مشترك في هذه الدعوات النبوية، وهنالك تعدد لنوع من الإصلاح. الجانب المشترك هو إصلاح البعد العقدي المتمثل قل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، رسالة أستطيع أن أقول التقى واشترك فيها كل الأنبياء. وكانت دعوة سيدنا شعيب كذلك تشترك مع الأنبياء السابقين له في هذا الجانب، وكذلك حتى مع الأنبياء الذين سيأتون من بعده. إذن فكانت دعوة إعادة الخلق إلى العبودية لله سبحانه وتعالى، وإبعاد كل ما هو شرك أو عبادة للأوثان. الشق الثاني حكمة القرآن الكريم، وأستطيع أن أقول مراعاة مصلحة الخلق جعلت من تعدد دعوات الأنبياء في ماذا؟ في معالجة مواضيع أستطيع أن أقول مجتمعية متعددة تختلف من نبي إلى نبي، وكل نبي الله سبحانه وتعالى يعطي لهذه الأمة الخاتمة نموذج وصورة من الإصلاح. ها هنا مع شعيب في قومه أهل مدين، وهي طبعا قبيلة موجودة في الجزيرة العربية في أعالي الجزيرة العربية بجوار تبوك في هذه الأيام. إذن هذه القبيلة كان مجال أستطيع أن نقول انحرافها هو جانب المعاملات المالية الاقتصادية، فظهر فيها ما يسمى بماذا؟ بتطييف الميزان والمكيال. هذا اقتضى أن تكون الدعوة عقدية إيمانية ودعوة معاملاتية. ثم الشق الثاني هو أن ننظر في هذا الأسلوب كما قلت الدعوي، الأسلوب الدعوي الإصلاحي، وهذا الإصلاح هو هذه العملية التي يراد منها نقل المجتمع من وضع إلى وضع أحسن منه، وتصحيح الأخطاء التي يقع فيها من خلال أسلوب دعوي وآليات وسبل. نلاحظ في هذا الخطاب، خطاب سيدنا شعيب مع قومه، هذا التودد إلى القوم، هذه مراعاة المصلحة أو بيان أن هذا الأمر ما ينبغي أن يكون هو انحراف، وفي خطاب للعقل وفي خطاب كذلك للنفس، لا تبخسوا الناس أشياءهم. وكانت هذه المحاولة فيها كذلك ربط عملية الإصلاح التي هي ضد الفساد، وهي محاولة إعادة الأمور إلى مجراها الصحيح، فيها نوع من الربط بماذا؟ بأن نتيجة هذا الإصلاح مربوطة بماذا؟ بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ومربوطة كذلك بماذا؟ بأن هذه الخطوات تأتي بمراعاة الظروف ما استطعت وبنوع من التوازنات التي من المفروض اليوم يرعاها ويتنبه إليها المصلح اليوم، حتى تكون عمليته الإصلاحية في الطريق السوي والطريق السديد الذي بإذن الله تعالى ينفع ولا يضر. وهذا الذي يمكن أن يسمى بلغة العصر، لغة الفقهاء، هي ما يسمى بفقه الموازنات وفقه الأولويات، بمعنى أنه هذا المصلح ينبغي أن يكون مطلعا على كل ما حواليه من ظروف ومن أحداث، حتى تكون هذه العملية الإصلاحية المعقدة الناضجة تسير في المسار الصحيح. شكرا جزيلا دكتور بروفيسور قاسم الشيخ بالحاج على هذا النظر. دكتور بزاز، أشار دكتور قاسم الشيخ بالحاج إلى إصلاح البعد العقدي، إلى تنبه إلى الموازنات، إلى عرض هذا النموذج السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم، عرض نماذج السابقين في تجربة الإصلاح، ربما في شقه الاقتصادي المالي كما أشار أستاذنا الدكتور قاسم الشيخ بالحاج. هل يمكن التعميم في هذا الأمر، وأن نصل أو أن نجتذب أو أن نأتي بالإصلاح إلى سياقات متعلقة بالمجتمع، بالتفكير، بما يعني أن نسقط هذه الآية على
مباحث التفكير والإصلاح الاجتماعي، أو إن شئت بين قوسين سنناقش الأمر الإصلاح الديني أيضا. بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أستاذ أحمد، دعنا في البداية نقول ما يقرره القرآن الكريم، هو أن الأصل في الإنسان وفي الكون في القرآن الكريم هو الصلاح والاستقامة والعدل. جميل. وأن الفساد والجور والظلم والكفر هو طارئ، وتأتي عملية الإصلاح لتحاول أن ترد الناس إلى الفطرة التي فطرهم الله عز وجل عليها. وشاءت إرادة الله تعالى أن يحدث الانحراف في تاريخ هذه البشرية، وفي كل مرة يأتي نبي من الأنبياء فيحاول أن يرد الناس إلى الأصل الأول الذي جبلوا عليه وفطرهم الله عز وجل عليه. وكانت رسالات الأنبياء نموذج ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر بأن يقتفيه، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فإذا رب العالمين وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هناك نماذج للإصلاح سبقته النبي صلى الله عليه وسلم يستشف من هذه النماذج يستشف من هذه النماذج الطريقة في الإصلاح، ويستشف الأولويات التي كانت أولويات الإصلاح عند كل نبي، والتي تباينت باختلاف البعد العقدي كما ذكر الأستاذ، فإنه كان عاملا مشتركا بين كل الأنبياء والمرسلين. الآن هذه النماذج التي ضربها القرآن الكريم على للإصلاح، والنموذج الذي بين أيدينا اليوم هو نموذج شعيب عليه السلام، نعم يمكن أن يكون نموذجا يسقط في كلياته على تجارب الإصلاح. المنطلقات التي يجب أن تحكم الإصلاح هي هذه المنطلقات، ثم بعد ذلك الغايات التي يجب أن تحكم الإصلاح هي ذات الغايات. الآن بعد ذلك هناك سياقات تاريخية، هذه هي التي يحدث فيها الاختلاف والتغيير. ولكن نتعلم من هذا الدرس العظيم في الإصلاح، نتعلم هذا القوة، قوة الاعتقاد الموجودة عند الأنبياء، وهذه الطريقة في دعوة الناس إلى الإصلاح بالرفق، بالإحسان، بالتودد، برفض العنف. انظر إلى هذه العبارة الجميلة وهو يخاطب قومه الكفار، هؤلاء المفسدون الذين كانوا يقطعون السبيل ويفسدون في الأرض بعد إصلاحها، يقول لهم يا قومي، وهو يريد أن يذيب ذلك الجليد الذي يمكنه أن يحدث بين الداعي وهؤلاء المدعوين، فيشعرهم بهذا القرب الذي يجمع بين هذا المصلح وبين قومه، ثم يحدثهم على أنه على ثقة من هذا الذي يفعل، وسلوكه وسيرته في الحياة لا تخالف قوله، فهو ليس دجالا ولا أفاكا، وإنما صادق في دعوته، يستمد القوة من الله عز وجل، وهو إنما يبذل ذلك في حدود الاستطاعة. وحدود هذه الاستطاعة هي الاستطاعة التي وهبها الله عز وجل له، فيجب على الإنسان أن يبذل جهده ولا يتكل على هواه أو يحاول أن يجد المعاذير، لأنه كم من مدارس للإصلاح أضاعت فرصا سانحة وأضاعت أوقاتا ثمينة جدا بسبب هذا الشعار: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. معناها أنه كان هناك تكليف وكان هناك وسع، يجب أن يصل الإصلاح إلى مدى الوسع. جميل، يجب أن يصل الإصلاح إلى مدى الوسع. شكرا جزيلا دكتور بزاز الخميسي على هذا الطرح. بروفيسور الحاج دواق، لنعترف أن ثقافات راسخة تاريخيا اتخذت من المحاورات سبيلا لأن تصدح الفكرة بالفكرة، حتى كما يقول البعض يتبين وجه الحقيقة. القرآن في حديثه عن محاورات، إن صح هذا التعبير، بين النبي شعيب وعلى نبينا الصلاة والسلام وبين قومه، ثمة محاورة من مستوى راق
تنبني على كلمة: أرأيتم إن كنت على بينة. إلى أي مدى يجب أن نستحضر هذا البعد في حواراتنا ونحن ندعي، نحن جزء من هذا الإصلاح الذي نريده، الإصلاح الفكري، أن نرفع هذا الشعار حتى نتفهم بعضنا وحتى نطلق فكرا إصلاحيا على مظلة فهم واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين. السلام عليكم أساتذتي، السلام على المشاهدين الكرام. طبعا أحييكم على هذا الموضوع، على هذا الاختيار. لعل قصة سيدنا شعيب عليه السلام وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء هي استحضار لممكن من ممكنات التأزم الذي تعرضت له البشرية في تاريخها، والذي لا تزال لعله البشرية ستتعرض له، وما أجمل لرسول الله صلى الله عليه وآله مثل هذه النماذج ما أجملت إليه سوى لكي يكرس لمنهج الاستيعاب والتجاوز الذي سيحقق من خلاله عملية التصويب. فإذا كان سيدنا شعيب سيصوب جزئية ما في مجتمعه، فإنه قد أعطي لرسول الله صلى الله عليه وآله من جزئية سيدنا شعيب، سيدنا لوط، سيدنا، فيجتمع لديه مكنة التجاوز، وهو صورة من صور الإصلاح، باعتبار أن الإصلاح هو عملية المقصود منها الاستدراك على الأعطاب التي تتعرض لها التجارب الإنسانية المختلفة. لأنه الوجه القيمي والآلية المقابلة للإصلاح هي الفساد أو الإفساد. فعندي الصلاح يقابله الفساد، وعندي الإصلاح يقابله الإفساد. فما دام هي دعوة إلى الإصلاح، معناه أنها عملية مقابل عملية، وغالبا مع عملية الإصلاح هي عملية مركبة. سيدنا شعيب عليه السلام لما أعلن لقومه ومن وراء قومه لكل تجارب إخوانه من الأنبياء التالين له، أو لخص ما سبق من لما أعلن أنه على بينة من ربه. البينة في الأساس من الفعل بان. نحن نطرح سؤال: بان هذه على أو إلى أي اتجاه تتجه؟ بان لي فسادكم، هذا المقصود بها، أم بان لي الصلاح الذي أريد أن آتي به؟ في تقديري ما دامنا نحلل بمنطق التركيب، فبان هي عملية أيضا مركبة تستدعي للمصلح أن يتعرف على الفساد الموجود، ثم على الصلاح الذي يقترحه، باعتبار أن الصلاح تساكنه عمليات أخرى لعلنا سنفد إليها، اللي هي عملية التغيير، اللي هي عملية التجديد، اللي هي عملية النهوض، اللي هي عملية اليقظة، اللي هي عملية المختلفة التي ستنصرف جميعها إلى عملية الإصلاح. في عملية سيدنا شعيب عليه السلام أنه وجد الفساد فهرع لاستدراكه وتجاوزه وتخطيه، معنى أنه لم يقر الفساد وإنما استدرك عليه، وعندما استدرك عليه لم يستدرك عليه استدراكا جذريا ليقتلع الجماعة والمجتمع، لأنه يستحيل أن تقوم بعملية إصلاح خارج إطارها الاجتماعي وإطارها الثقافي التاريخي، وبالتالي لا بد أن تصلح الجماعة بالجماعة وليس بشيء آخر خارج الجماعة، ولعله هذا الذي يفرق الإصلاح عن غيره. وبالتالي أن يكون على بينة من ربه سبحانه عز وجل، أنه عارف من أين ينطلق وإلى أين يتجه، بما يصلح، من سيصلح، وما هي العمليات التي سيرد إليها لكي يقوم بعملية الإصلاح كعملية مركبة لعلها تحتاج إلى بسط فيما يأتي من الحصة إن شاء الله. شكرا جزيلا بروفيسور حاج ذواق. بروفيسور سليمان، إذا افترضنا أو إذا قبلنا بأن عملية الإصلاح ليست عملية هكذا تطلق في الهواء بدون تأسيس، عملية لها منطلقها ومبتدأها ولها مختتمها ونهايتها، والدليل على ذلك أن نبي الله شعيب في هذا الفهم حدد طبيعة هذا الإصلاح وتوكل على الله. عليه توكلت وإليه أنيب. ألا يمكننا قبل أن نطرح أي طرح أن نتوكل على الله ونقر مدونة واضحة المعالم لتكن قانونية؟ نعم. مدونة
نصلح بها الحال بقوة القانون، بقوة السلطان الأعلى الذي يرتب الجماعة أو يرتب الدولة. هل هذا الإمكان ممكن أن يكون مدخلا للحديث عن الإصلاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لسادة الأساتذة. هذا في الحقيقة يتحدد عندما نحدد مصطلح التوكل في حد ذاته، لأنه ينبغي أن نميز بين التوكل والتواكل كذلك. فالتوكل هو البحث عن الأسباب، ثم بعد ذلك بيقين أتوكل على الله عز وجل اعتقادا مني أن الذي يوفق في النهاية هو الله، مسبب الأسباب هو الله سبحانه عز وجل. ولهذا ذلك الأعرابي عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحفظه الناس، عندما قال له عن ناقته أعقلها وأتوكل على الله، أربطها يعني أم أنني أتركها وأتوكل على الله، فقال له بل أعقلها وتوكل على الله عز وجل، كدلالة على أن الأسباب هذه تدخل ضمن ساحة ودائرة التوكل. جميل. ولذا نحن عندما نعتمد على القوانين ندخل في ضمن هذه الأسباب، وهو عين التوكل على الله عز وجل. لأنه الأمر معنا شيخنا بروفيسور سليمان، انتظموا أولا، حددوا مدوناتكم القانونية وتحتها يمكن لنا أن نتحرك بكل نعم، لأنه لا يمكن للمجتمع أن يمشي هكذا فوضى بدون سارات بدون انتظام. هذا أمر غير معقول بحجة أننا نتوكل على الله عز وجل. هذا ينبغي أن ينضبط. ولهذا الأنبياء عندما جاءوا بهذه الرسالات من عند الله عز وجل، عندما تذكر هذه، عندما تتأمل في هذه الجزئيات تلاحظ أنها لا تدعو فقط إلى إصلاح ما أفسد، وإنما تريد أن تعطي لها ذلك الإطار العام حتى يصل بقومه إلى بر الأمان. في قصة شعيب عليه السلام حديث عن الدين، وهي مسألة مهمة جدا، عن صحة الدين. ومسألة أخرى متعلقة بالتطفيف الميزان، وهذه كذلك متعلقة بصحة الأبدان. صحيح. في الحق أنا الذي ربما أثارني في هذه القصة هو أن هذا الديني ليس شأنه فقط الشأن الديني وانتهى، وإنما كذلك شأنه الإصلاح بالطريقة التي تعطى له. ولهذا لا يوجد هناك تجزئة في الديني، كل هذه الأشياء تدخل في إطار ذلك الأمر الديني، وداخل ظل هذا الدين تنتظم هذه القوانين وهذه التشريعات من أجل أن تحقق الأمن والأمان لهذا الإنسان حتى يقوم بوظيفته وبدوره كما يجب وكما أراده الله عز وجل، عندما نطق سيدنا شعيب عليه السلام عندما قال إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. شكرا جزيلا بروفيسور سليمان. بروفيسور الحاج قاسم شيخ بالحاج، الحقيقة نحن حاولنا أن ندور حول مسألة إصلاح قرآنيا، واتخذنا من هذا النموذج الراقي منطلقا، ولكن واقعيا واجتماعيا هل نحتاج إلى إصلاح اجتماعي كما كان في الغرب الذي وصل إلى مقام الحضارة والتطور محدثا إصلاحا دينيا يعلن عنه دوما؟ هل نحن بحاجة إلى هذا الإصلاح الديني لإحداث انطلاقة، لإحداث نهضة، لإحداث تجديد إن شئت؟ نعم، شكرا. طبعا أولا نؤكد أن الرؤية الإصلاحية لدى المصلح الذي سيكون عادة يا إما ما شاء الله مجدد ديني عالم، أو ربما حتى يكون زعيم سياسي، أو ربما يكون يعني كذلك له بعد اجتماعي على سبيل المثال. لابد أن تكون الصورة كاملة ومتكاملة وشاملة، ما يسمى بهذه الأجندة الإصلاحية. يعني شمولية الرؤية، هذا ضروري ينبغي أن تتوفر لدى المصلح. ولكن مسألة إنزال هذا الإصلاح الشامل إلى المجتمع، إلى أرض الواقع، هذا أمر ثاني. هذا الأمر تحكمه الكثير من العوامل، واستطيع أن أقول من الآليات التي تجعل من هذا الإصلاح يتخذ مسارات معينة ويتجه اتجاهات معينة تراعى فيها مسألة تحقيق الأهداف، مسألة المرحلية، ومسألة كذلك هذا التميز وهذه النوعية الموجودة التي تختلف من مجتمع إلى آخر. لهذا ففي رأيي لا يمكن أن نقارب مقاربة مطلقة وكلية لتجربة إصلاحية موجودة على سبيل المثال في بلاد الغرب، وقعت مثلا لمفهوم الإصلاح الديني في بلاد الغرب، فنقول هي صالحة اليوم
أو في زمن آخر لبلاد المسلمين، لأن أستطيع أن أقول مسألة الاختلافات عديدة جدا وعلى مستويات متعددة بين هذه الأمة وهذه الأمة، على الرغم من اشتراكنا في الإنسانية وفي البشرية. يمكن أن نستقي بعض الجوانب، ولكن في الأخير هنالك أستطيع أن أقول المرجعية التي تحكم صورة هذا الإصلاح وتحكم طبيعة الإصلاح، بل هي تختلف واستطيع أن أقول بتغير المكان وبتغير الزمان، حتى ما هو موجود في تاريخنا من تجارب إصلاحية أكيد أن عامل الزمن يؤثر فيها. ستبقى أستطيع أن أقول المعالم الكبرى هي نفسها، الاستناد إلى كلام الله سبحانه وتعالى، إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الاستفادة والبناء على هذه الفهوم وعلى هذه التجارب الماضية، والاستفادة قبل ذلك من تجارب الأنبياء في القرآن الكريم في إصلاحهم ومحاولاتهم لإصلاح أقوامهم. ولكن في الأخير كل تجربة إصلاحية مربوطة ومرهونة بماذا؟ بالظروف التي وجدت فيها. جميل. لهذا لا يمكن أن ندعي ونقول مثلا أن هنالك إصلاح حدث في نقطة زمنية ما أو في مكان ما فنقول يمكن تطبيقه تطبيقا كليا. إذا أردنا بناء على هذا أن نتكلم على إمكانية إصلاح ما هو موجود اليوم من إرث، نعم في الأخير. لماذا؟ لأن هذا الأمر هو جهد بشري، جهد بشري هو لا يخرج من دائرة الصواب والخطأ. وعندما نتكلم على الإصلاح فنحن نحاول أن نصلح الفهوم الدينية الفهوم البشرية للدين، ونريد أن نصلح كذلك التجارب البشرية في ماذا؟ في ممارستها ربما لمسائل دينية. وكذلك عندما نأتي داخل هذا الدين كذلك فنتكلم على مجال أو جانب الثوابت التي الحقيقة خارج دائرة التغيير والإصلاح، لأنها ثوابت على الأقل على مستوى ماذا؟ القيم والفهوم والنصوص. لهذا فإذا عدنا إلى القرآن الكريم وجدنا آية مثلا في سورة الأعراف تتكرر على لسان كل الأنبياء: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مثل هذه الآية تحقق مسألة مجمع عليها وهي المشترك بين كل الرسائل السماوية، أن مسألة التوحيد والعبودية لله تعالى هي لم تتغير بتغير الزمان والمكان. نعم ستتغير على مستوى الأساليب وعلى مستوى الإقناع وعلى مستوى المرحليات في التنفيذ، نعم ممكن هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال له ستأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه هو أن تدعوهم إلى كلمة لا إله إلا الله. مسألة التدرج نعم هذا موجود، ولكن دائما الحقيقة ستبقى نفسها لأنها من قبيل الثوابت وليس من المتغيرات. نفس الشيء عندما نأتي المجال. ولكن إذا خرجنا من دائرة الثوابت في هذا الدين وذهبنا إلى المتغيرات التي هي فهوم، أستطيع أن أقول في مجالات الحياة المختلفة، اجتماعية وتربوية وثقافية وكل المجالات واقتصادية وكذا، بخلفية دينية، هنا كذلك يمكن أن نجد ماذا؟ مجال الاجتهاد والإصلاح لمحاولة العودة إلى أصول هذا الدين بما يوافق العصر كذلك. هذا باختصار ما يمكن أن يقال في هذا الموضوع. شكرا جزيلا دكتور الحاج قاسم شيخ بالحاج. دكتور بزاز، الآن يجب أن نحدد الوجه، لأنه بالفعل المجالات التي تحتاج إلى الإصلاح شاملة وعامة وكثيرة، ولكن لنتحدث باعتبارنا نفكر داخل الشأن الديني الخاص بنا. نتحدث عن إصلاح ديني، أكيد لا يمكن إحداث إصلاح ديني عبر حروب دينية كانت في الغرب، ولكن ثمة حروب فكرية يجب أن نخوضها لنتجاوز المآزق التي نعيشها اليوم، حالة التفريق التي نعيشها اليوم، حالة التشتت التي تجعلني أقصي أخي في الإسلام لاعتبارات معينة، بمعنى أننا لسنا أمة على قول واحد، لأننا نتشرذم ضمن داخل ما نعرفه من فكرنا وتراثنا الديني. كيف السبيل؟ ولنبدأ من الآن في التفكير في المستقبل. كيف السبيل لأن نتخذ إن صح التعبير آلية إصلاحية جديدة تلملم شتاتنا ضمن فكر يعترف بالعالم الافتراضي الذي نعيشه، يعترف بالوضع الجديد الذي نعيشه حتى نذهب إلى الأمام. بارك الله فيك. رب العالمين يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أيوة. وهذا إيحاء إلى أنه سيحدث إفساد من الناس ويجب أن يحدث الإصلاح. نعم. قديما كانت هذه مهمة الأنبياء والمرسلين. أيوة. بعد أن ختمت الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم بالشفاء إن شاء الله. معذرة.
بعد أن ختمت الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك. حمل لواء الإصلاح العلماء الذين ورثوا ميراث النبوة. العلماء ورثة الأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومهمتهم هو محاولة تلمس الخلل الذي وقعت فيه الأمة حتى يعملوا إلى إصلاحه. نعم. ولا شك أننا حين ننظر إلى حال أمتنا الإسلامية اليوم ندرك أن أمتنا لم تعد هي تلك الأمة الرائدة التي كانت الأمة الأولى في العالم. صحيح. التي كانت تقود العالم على جميع الأصعدة والمستويات، فقد تراجعنا في أكثر المجالات الحياة، وأصبحنا يضرب بنا المثل السيء مع كل أسف في كثير من الأشياء، حتى في القيم الخلقية التي كان من المفروض أن تظل معيار نتميز به. مع الأسف واقعنا يقول بأننا أبعد ما نكون عن هذه المعايير التي جعلها الله عز وجل معيار التميز والتفوق والخيرية في هذه الأمة. ومن هنا كان الواجب هو أن يرصد هذا الخلل، وهو الخلل الحقيقة خلل فكري بامتياز. أيوة. هذا الخلل الفكري بامتياز لامس بصورة كبيرة جدا المنظومة الفكرية التي حكمت المجتمع المسلم. هذه المنظومة الفكرية التي ابتعدت عن الفهم السليم الأول الذي مكن هذه الأمة من تلك الوثبة التاريخية، من تلك الوثبة الحضارية التي جعلتها تقود الأمم. ورب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذا الدين الذي بعث به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ليس ركام من الأشياء والمبادئ والقيم، وإنما هو بناء لكل شيء فيه أهميته التي يجب أن يعطاها. وحين نخطئ في إعطاء الأهمية إلى هذه القيم والمبادئ فإننا سنشكل خلقا مشوها، سنجعل أحد أعضائه يكبر على بقية الأعضاء بشكل يجعله بشعا، بشكل يجعله غير قادر على أن يواكب التقدم الذي يحدث في الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة. هي ليست كلها درجة واحدة، وإنما درجات متفاوتة. صحيح. فأعلاها قول لا إله إلا الله، ولكن بين قول لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق هناك أشواط كثيرة جدا. حين نخطئ في ترتيب هذه الأولويات ولا ندرك ما الذي يجب أن نهتم به فإننا نحدث هذا الخلل الذي يتسبب في شرذمة الأمة وتقسيم الأمة بسبب خلافات في فرعيات في الدين جعلنا منها أصولا نحتكم إليها ونخرج من دائرة الأمة ومن دائرة الجماعة خلقا كثيرا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نخرج أرسالا من الناس، أرسالا من علماء كبار جدا احتكمت إليهم الأمة في فهمها للكتاب وللسنة قرونا عديدة جدا، ثم بعد ذلك مع الأسف يخرج فكر جديد يحاول أن يشرذم الأمة بسبب هذه الفهوم. مهمة من يتصدى للإصلاح أن يوجه إلى هذا الخطر وأن يقول بأن نقطة الانحراف وقعت ها هنا، وبأننا يجب أن نعيد الأمور إلى نصابها حتى يتوقف هذا الانحراف ويتوقف هذا الانفراج لهذه الزاوية التي اتسعت كثيرا. شكرا جزيلا دكتور بزاز الخبيسي. بروفيسور دواق، دكتور بزاز يقول بأن من مهمة الإصلاح علماء يقومون على أساس أن يقول أن نقطة الانحراف ها هنا. أي علماء لأي إصلاح؟
وهنا مربط الإشكالية الكبرى يعني هو أننا متفقون حول قضية أنه يجب أن نصلح. ما دام هناك داعي ثقافي ومعرفي للإصلاح معناه أن التأزم موجود. نعم. أطروحات متعددة مختلفة أو قولوا دعاوى بين من يقول أن الفساد أو التأزم الموجود الأساس فيه الرجوع إلى ما مضى. أيوة. لأن المرحلة المثالية الكاملة في الماضي، بالتالي مجرد الرجوع ميكانيكا الانقلاب إلى الماضي يساوي الضمانة. هذه دعوة لها رؤيتها ولها مبرراتها ولها أدلتها يمكننا أن نستدرك عليها بالتفكيك والتحليل والنقد. دعوة أخرى تقول أمامنا تجربة، كما تعرضون أنتم يا معاشر المسلمين القرآن والمدونة القرآنية بما يحمله ويتحمله من نماذج وتجارب. أمامنا تجربة لإنسانية متفوقة استطاعت من خلال عملية الإصلاح الديني أن تتفوق وأن تعود إلى حياض التاريخ وأن تأخذ فيه قصب السبق. وهؤلاء دعاة القطيعة الجذرية، القطيعة الجذرية مع التراث، بمعنى أن عملية الانقلاب هي تكرار للتجارب التأزم وتغذية لها ودفع لها للاستمرار من جديد. فهناك نمطية خلقت التأزم تقطع مع النمطية، تقطع مع التأزم، والعلاج والترياق يكمن في ضرورة استلهام التجربة الأخرى وخلي الأمور تكون يعني بعناوينها. نتبنى الحداثة الغربية بكافة آلياتها وأساليبها ومنها خاصة الإصلاح الديني، وإلا لا نستطيع أن ننتقل إلى عملية الرجوع إلى التاريخ من جديد. في سؤال: أين نحن من هؤلاء وهؤلاء؟ هل نحن مخيرون إما أن نقف مع هؤلاء وفقط لخوفنا من دعوى الحداثة مثلا، أو أن نقف فقط مع دعوى الحداثة باعتبار أن الحداثة هي شكل من أشكال الإصلاح لكي نجب مع الشكل الآخر؟ في نحن يعني لسنا مضطرين أن نموضع ضمن ثنائية حديدية. قد نتلمس لأنفسنا شكلا آخر من الجواب، كما أميل غالبا إلى أن الموقف الوسط لا يعني التلفيق بين رأيين، وإنما يعني موقفا ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا إلى التطرفات الموجودة. ما دمنا نقر بضرورة الإصلاح معناها أن التأزم موجود. ما الذي تأزم؟ هل التأزم يختص بذات الدين أم التأزم يختص بالثقافة التي حيكت ونسجت حوالي الدين؟ الثقافة التي أنشئت حوالي الدين. في تقديري نحن أبناء مدرسة وأبناء خيارات فكرية وانتماءات وقناعات أننا لا نرمي الدين بالتأزم كما يفعل أبناء الخيار الثاني، أو لا نرمي التأزم في الفهوم باعتبار سعيها إلى التجديد وإلى التغيير كما يدعو الفهم الأول. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إذا نحن مقرون ما دمنا ندعو إلى الإصلاح معناها أن هناك تأزم في نطاق هذه الثقافة التي هي الوسيط بين الدين والعالم. فهناك وسيط بين الدين والعالم هو الثقافة الدينية. فالتأزمات والأعطاب والأزمات إذا شئتم وكل التوقفات هي هنا، وهناك مفارقة ستتشكل الآن. لكي نصلح الثقافة الدينية لا بد أن نرجع إلى الدين. كلام وجيه، لكن بما سنرجع إلى الدين؟ آلية العودة. بما سنرجع إلى الدين؟ بالدين نصلح الثقافة الدينية، والثقافة الدينية متأزمة
ويجب أن نرجع إلى الدين. ما هو الواسط بيننا وبين الدين؟ وهنا إذا شئت يعني التدقيق في التحليل استدعي كلام الأستاذ محمد أركون رحمه الله في كتابه الفكر الأصولي واستحالة التأصيل. الكلام يحتاج إلى تفصيل إلى بسط، ولكن فقط أريد أن أشير إلى المشاهد الكريم على أن أركون قال بأن هذه الدائرة مغلقة، وبالتالي الفكر الديني يستحيل عليه أن يؤصل نفسه. لماذا؟ لأنه يريد أن يصلح نفسه بالدين، وهو أصلا يحتاج إلى أن ينصلح. إذا سألته بما تريد أن تصلح قال بالدين، وأصلا ثقافتك متأزمة. إذن كيف ستكسر هذا الطوق؟ نصلح بالدين، ولكي نصلح فهمنا للدين نحتاج إلى الدين، فيضعنا في نوع من الحرج النظري المنهجي. والمخرج إذا لم نتبنى الأطروحة الإلهية على أن في البدء كانت المرجعية وفي البدء كان النص، فإن فعلا يصعب علينا أن نخرج من هذا إذا شئتم من هذا الطوق الحديدي. نكسر هذا الطوق الحديدي بأن نرجع فعلا إلى الدين، لكن بما؟ وهنا أنا أتفق مع أستاذنا بالحاج، يجب أن نتعلم من الثقافات الأخرى نجاحاتها. عندما أقول نتعلم من الثقافات الأخرى مش معناه أن أجلس جلوس التلميذ الذي يتلقى من هذه الثقافة كل فتوحها ونجاحاتها وكذلك أعباءها. نحن لسنا معنيين بأن ندفع ضريبة الثقافات الأخرى، نحن معنيون بأن وهنا سأشير إلى المشتغلين على الثقافة الدينية خاصة، يستحيل أن نؤسس عقلا منصلحا، عقلا منفتحا إلى العالم بثقافة العلوم الإسلامية فقط، أو بثقافة العلوم الإنسانية الاجتماعية فقط. التدابر المعرفي، التدابر المنهجي الحاصل في ثقافتنا بين الاشتغالين، أو إذا شئتم بين الحقلين المعرفيين الكبيرين، حقل العلوم الإسلامية وحقل العلوم الإنسانية الاجتماعية، حان الوقت لكي يتواضع هؤلاء لهؤلاء وينفتح وينفتح هذا الدرس لهذا الدرس لكي يتعلم من بعضه حتى فعلا، لأنه القرآن صالح لكل زمان ومكان. إذا رهنت فهم القرآن لأدوات قديمة تقع في إشكالية، تجاوز الأدوات القديمة مطلقا تقع في إشكالية. في الحل عملية الضخ والضخ المقابل لكي نستنبت نوع من الآليات التي تسمح لنا بالدين نطعم الثقافة الإنسانية، وبالثقافة الإنسانية سنطعم الفهم الديني، وبالتالي سنعطي للدين نوع من الجرعة التاريخية إذا شئتم، نوع من الجرعة الثقافية إذا شئتم، لكي فعلا يستأنف دوره التاريخي من جديد. انتقل إلى مستوى آخر. المسيحية تعلمت من أخطائها التاريخية. المسيحية تعلمت من أخطائها التاريخية. واسمحوا لي المشاهدين الكرام، أعطيت مثال المسيحية لا لغرض، ولكن فقط أردت أن أعطي مثالا. وفي التاريخ المسيحية تعلمت من أخطائها أكثر من اليهودية. شريعة الإسر والأغلال التي ابتليت بها اليهودية وابتليت بها المسيحية في فترة من الفترات، المسيحية تخففت من أعباء الخطايا التاريخية وصلحت من نفسها. أطرح سؤال وأختم: هل الإسلام أو التدين بالإسلام أو الفكر الإسلام مستعد أولا أن يعترف بأعطابه ومآزقه وأزماته أولا؟ ثانيا، هل هو مستعد أن يعترف بعد الاعتراف بأخطائه أن يعترف بهذه الأخطاء؟ ثالثا، هل هو قابل فعلا لأن يصلح أوضاعه وأن يصلح أحواله؟ لأنه في النهاية نحن سنطرح سؤال. سيدنا شعيب عليه السلام يحمل قيمة صحيحة، لكن هل تقبل منه المجتمع القيمة الصحيحة؟ جميل. القوم شعيب قبلوا شعيب، ليس لأن شعيب عليه السلام مخطئ والعياذ بالله، هو نبي ورسول وعصمته تضمن صحة ما دعواه، لكن هل الجماعة التاريخية التي جاء إليها سيدنا شعيب عليه السلام قبلت؟ فالإشكال ليس في دعوى الإصلاح، الإشكالية غالبا في الوعاء التاريخي الذي سيتلقى
دعوة الإصلاح. ويظهر لي كما قلنا في حصة ماضية وأختم، سكننا الدين وسكننا الدين. هل نحن مستعدون بأن فعلا أن نصلح؟ خلي نتخفف أن نصلح فكرنا الديني، وأن نعترف بمآزقنا وقصورنا. نحن مستعدون. سؤال مهم، سؤال الاستعداد مهم. دكتور بزاز عندك رد؟ لا يعني نقاش وإضافة يعني. هو ليس رد بقدر ما هو إضافة على وش قال الأستاذ دواق. لا شك أنه الحضارة الغربية وهي تعالج سقطات الدين عندها انطلقت، طبعا موجودة تجارب كثيرة جدا. وعلى كل دكتور بزاز، الحضارة الغربية الدين لم يسقط فقط، الدين هيمن على المجتمع وكاد أن يقضي عليه. لا، هو هيمن على المجتمع، وكان عقبة في طريق كاد أن يقضي عليه. كان عقبة في طريق المجتمع، ومن هنا كان الإصلاح عنيف جدا. أيوه. حتى أنه كان شعارات الثورة عندهم اشنقوا أمعاء آخر ملك أو العكس. فإذا هو كان هناك وجهان لعملة واحدة تمثل صورة الفساد. صحيح. الذي يجب أن تصلحه الكنيسة. ومن هنا كانت تلك الثورات، وموجود كثير من المفكرين الغربيين الذين حقيقة وجهوا سهام قاتلة للمسيحية. الحديث على كثير من المفكرين نقضوا من خلالها المنظومة التي قامت عليها المسيحية. المسيحية قامت على منظومة من الأخطاء. أيوة. الآن لو أننا حاولنا أن نستدعي هذه المنظومة في الإصلاح بالنسبة للإسلام، نقول بأن الوضع يختلف اختلاف جذري، لأن الانحراف الذي حدث في المسيحية هو الذي جعلها تتصادم مع الفطرة الإنسانية وتتصادم مع العقل السليم الذي هو قبس من نور الله، بخلاف الدين الإسلامي. ولو أننا كما يذكر الأستاذ الحاج نحن لا نضفي العصمة على فهوم الناس للدين، وإنما نفرق بين المقدس الذي هو الوحي المنزل من السماء الذي هو النص. أما فهم البشر فإن هذا الفهم مهما كان قائل هذا الفهم فإننا نملك أن نضيف عليه، يمكن أن نراجعه، يمكن أن نأخذ منه ونرد. فإذا المحذور في الاشتقاق من التجربة الغربية هو هذا التعميم. ولو أن الأستاذ قال بأننا لسنا ملزمين بأن نجلس مجلس التلميذ أو الطالب الذي يستوعب كل شيء، نحن نستفيد منهم المنهجية والطريقة في التفكير وما إلى ذلك، ولكن ندرك بأن النص، بأن الوحي المنزل هذا معصوم. ونحن حين نتعامل معه لا نتعامل معه كما تتعامل الثقافة الغربية مع النص الديني، عندها تجرده من قدسيته، وتتعامل معه كما تتعامل مع أي نص تاريخي، مع أي نص بشري بعيدا عن قائله. هذا المنطق في الإصلاح لا شك أنه مرفوض في الدائرة الإسلامية. هذا فقط إضافة، وأعتقد أنني والشيخ دواق لا نختلف في هذه المسألة، ولكنه بيان للتوضيح. حتى الواحد لما يكون على بينة مما يقول لا يختلف، كلنا على صحن واحد. شكرا جزيلا دكتور بزاز. بروفيسور سليمان، الحقيقة نحن بحاجة إلى الإصلاح ومشتقاته، بحاجة إلى التجديد، بحاجة ربما بين قوسين التغيير. ولحسن الحظ ما كانش الشيخ سعيد، لأن مشكلة التغيير مع الشيخ سعيد التغيير، التجديد، الإحياء، النهوض، كل يأخذ مشربا ويتخذ له براديغما إن صح التعبير ويتبناه ويكون له في المجتمع. البعض يقول لك كاين تجديد، يقول لك لا إصلاح في المجتمع وإنما هناك التجديد. البعض يقول لك لا تغيير في المجتمع كما شيخنا السعيد، وإنما هناك حالة من الإصلاح إلى غير ذلك. بمعنى أن
الحقل الدلالي لهذا المفهوم يشتغل على مشابهات أو متشابهات تدور حوله. كيف يمكن أن نفرز هذه المفاهيم حتى على الأقل تتوضح لنا الصورة؟ نحن نريد هذا الإصلاح الذي أمر به القرآن الكريم، الذي يغير من حال إلى حال، الذي يقلب الإفساد إلى صلاح. نعم، هو قبل الإجابة عن نوع هذا الإصلاح أنا أريد أن أنبه إلى نقطة مهمة. أيوة. عندما تحدث الدكتور الحاج وكذلك الدكتور بزاز عن مسألة المسيحية، التجربة المسيحية، ينبغي أن لا يفهم بأن الغرب تخلى عن الكنيسة. ممتاز. هو نعم ما حاربها ذات يوم لأسباب معينة، لكن بعد ذلك يستحيل أن نقول عن الغرب أنه تخلى عنها. أيوة. بدليل أن المسيحية الآن تشكل جزء قوي من هوية المسيح، وهذه مسألة ننتبه إليها جيدا. بمعنى أن الأخطاء التي ارتكبتها الكنيسة ذات يوم هي التي جعلت هذا الرد يكون عنيفا وقوي، لكن بعد ذلك وعندما استتب الأمر رجعوا مرة ثانية وأبقوا على هذا الرصيد، لأن الغرب لا يمكنه أن يكون هكذا مجتمعا غربيا بدون هويته، بدون مسيحيته. كذلك نحن الآن عندما نتحدث الآن عن نوع هذا الإصلاح، عن هذه المصطلحات التي تحدثت عنها، مصطلح الإصلاح هذا مصطلح قرآني أصيل. ما معنى الإصلاح؟ على الأقل في معانيه البسيطة، أنه الإصلاح هو محاولة تهذيب الأشياء التي غيرت، التي حولت عن الوجهة الحقيقية لها. لا. بمعنى أنني عندما أرى هذا المجتمع يفسد في جزئية من الجزئيات، فيأتي هذا المجدد، هذا المصلح، لأنه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن يأتي من أجل أن يقول بأنه لابد من الرجوع إلى جادة الحق، خاصة تلك الانحرافات الكبيرة التي لا تدخل في إطار الممكن، في إطار التنوع. لأنه الإصلاح ليس معناه إخراج هذا التنوع إلى الأحادية، هذا خطأ. التنوع قد يكون مقبول، لكن خروج تصرف ما من التصرفات عن جادة الصراط، هذا الذي يجعل هذا المصلح أو المجدد يسعى من أجل أن يعيده. ولذلك سيدنا شعيب عليه السلام عندما جاء وقد وجد قومه وقد خرجوا عن العقيدة بالكلية، فأراد أن يدخلهم إلى الجادة في البعد العقدي. أيضا في البعد الاجتماعي والاقتصادي كذلك أيضا تدخل من أجل أن يصلحهم، لأنهم وجدهم أنهم خرجوا عن دائرة المعاملات السليمة الصحيحة، فأراد أن يخرجهم مرة ثانية. الآن احنا كأننا تداخلنا في مشكلتين، في الإصلاح في الدين في حد ذاته وفي الثقافة الدينية التي تحدث عنها. الدين ما المقصود به؟ المقصود به العقيدة، المقصود به المعاملات، المقصود به الإخلاق. ما الذي يجعلنا نصلح في هذا الدين؟ هذه الأمور كلها موجودة في الوحيين، موجودة في القرآن الكريم، موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الإشكال هو في فهمنا، في ممارستنا فيما يسمى بالثقافة الدينية، التي جعلتنا لا نتحرك، لا نتقدم إلى الأمام، ربما نبقى في خلافات معينة. لأنه هذا الطرف الثاني الذي تحدث عنه الدكتور الحاج، حتى هذا الطرف هو يعتقد أنه إنما جاء بفكرة إصلاحية، يقول لك أنني جئت من أجل أن أعيد الأمة تمام. إلى الكتاب وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. العامة يملك رؤية ويريد أن يجعل، وحتى العامة تصدقك عندما تتحدث بلغة العاطفة. جميل. عندما تقول له بأنني إنما أريد أن أرجعك إلى النبع الصافي، إلى ما كان عليه السلف الصالح. هذا كلام جميل، من الذي يرفضه؟ لكن هل حقيقة هذا الإرجاع هو إرجاع إلى السلف الصالح وإلى الكتاب والسنة، أم أنه إرجاع في الحقيقة إلى فهوم معينة وإلى كثير من هذه المفاهيم التي لا يمكن أن تستوعب هذا الحاضر ولا يمكن أن تنتج إنسانا معاصرا؟ ولهذا أنا أعتقد وأنتهي أنه هذا الإنسان الذي نريده أن يكون مصلحا في هذا المجتمع هو الذي يعرف الحقائق التاريخية ويحاول أن يفهم واقعه ويريد أن يعطي الحلول بشكل كبير. وربما من الأمور التي ينبغي أن ننتبه إليها أنه هذا الذي يجدد، لماذا دائما نصر أن يبقى هذا المجدد زعيم أو شخص؟ جميل. لماذا لا نخرج من دائرة الشخصانية ونعود إلى المؤسسة، نستفيد من الغرب
في واحدة، وهي أن الغرب تفطن بأن الضمان الحقيقي هو العمل المؤسساتي. إذن ليكن إصلاحنا عملا مؤسساتيا يبنى على المؤسسات، تفعيل هذه المؤسسات، التكوين، الرسكلة وما إلى ذلك، من أجل أن نعيد هذا الإصلاح الديني إلى نصابه ويستطيع أن يكون فاعلا. نعم. من سيشغل هذه المؤسسات أستاذنا سليمان؟ نعم. من سيشغلها؟ صحيح. مصلحون، أصحاب رؤية، أصحاب فكر، أصحاب كذا. صحيح. من أين يأتي هؤلاء؟ أحسنت. هذا هي إشكالية يعني تحتاج من أساتذتي إلى أن ننتبه إليها. في بعض الأحيان أطرح فكرة ولكن أكتشف أنني أطرح الفراغ. أنا شخصيا عندما أقول أنا أريد أن أصلح، السؤال المطروح: تريد أن تصلح هؤلاء، لماذا وكيف فكرة الإصلاح عندي من أين جاءتني؟ ما هي المرجعية التي سأنطلق منها في تحقيق عملية الإصلاح؟ أنا أتفق على ضرورة الاجتهاد النوعي والمأسسة، صحيح، لكن ما هو الزاد المعرفي، صح، المنهجي، الثقافي الذي سيؤطر هؤلاء المصلحين الذين سيؤسسون أو يبنون هذه المؤسسة؟ معلش إضافة دكتور سليمان، حتى أحافظ على هذا النسق، محاول الإجابة عن طرح لأنه الحاج دوخ. هو سأذهب بهذا إلى نموذج. أيوة. إلى نموذج حياتي واضح. دكتور قاسم الشيخ بالحاج، الشيخ بيوض مجدد واضح، حضر ضمن إطار اجتماعي وديني وقام بما عليه داخل المجتمع. خلينا نقترب من هذا النموذج المجدد الإصلاحي في مجتمعي ضمن إطار جزء من مرجعيتنا الدينية، وهي المرجعية الإباضية في وطني العزيز. كيف كان الشيخ بيوض مصلحا في ظل كثير من التراكمات للعادات للثقافات داخل المجتمع، ودفع هذا نموذج دكتور ضواق نستطيع أن نتلمسه، صحيح، ودفع في المجتمع أن يغير كثير من قناعاته، من بينها تعليم المرأة إلى غير ذلك. تفضل. نعم، شكرا. طبعا يعني يمكن أن نضع الشيخ بيوض في زمانه ضمن يعني مسار الجزائر الإصلاحي، فهو في الأخير امتداد، صحيح، أستطيع أن أقول لبعدين. أيوة، لبعد داخل مجتمعه والفضاء الحضاري الذي وجد فيه، فاستلهم جزءا من خبرته الإصلاحية ومن أستطيع أن أقول تراكم الجهود التي سبقته، فبنى عليها وأسس عليها الرؤية المعاصرة. وبعد آخر أستطيع أن أقول إسلامي جزائري مشرقي يمتد إلى الحركة العبدوية في مصر، وكذلك يتوقف وقفة متأنية مع الحركة الإصلاحية الجزائرية بقيادة جمعية العلماء. إذن هذان البعدان أستطيع أن أقول استلهم منهما الشيخ بيوض حركته الإصلاحية. طيب كيف طبعا وهو استند طبعا على فهوم في الأخير المصادر. لكن دكتور قاسم، الملفت نعم فالشيخ بيوض رحمة الله عليه قدرته على التنفيذ. نعم. الشيخ بيوض رحمة الله عليه غير كثيرا من ملامح المجتمع الذي كان يرفض بعض الأمور الاجتماعية وإن صح التعبير وقفز عليها بذكاء اجتماعي وحققها. خلينا نمشي بعيد. اليوم مثلا البعض يقول هناك مؤسسات خارجة من هذا المجتمع الإباضي الأصيل وصلت إلى تكريم العلم، مثلا وسام العالم الجزائري وصلت إلى تأطير المشهد الفكري بمنطق. البعض يقول الفضل لهؤلاء المصلحين الذين قرروا أن يخرج المجتمع من إطار كان يرى نفسه فيه إلى إطار أشمل. لهؤلاء كيف تمكنوا من إحداث هذه الانتقالة موضوعيا وواقعيا؟ جميل. طبعا فقط نكمل لك المشهد. يعني بناء على هذا تأتي هذه الشخصية في أستطيع أن أقول في مقوماتها، في قوتها، في قيادتها، في رؤيتها العميقة، فيما حباها الله سبحانه وتعالى من مجموعة من أوصاف سبحان الله أحيانا أستطيع أن أقول يمنح بها القدر. فتأتي شخصية الشيخ بيوض بقوتها وتأثيرها فتفعل ما كان موجودا في المجتمع بنوع من الترهل، وهو بالذات أستطيع أن أقول الهيئات هذه العرفية. صحيح. فينفخ فيها الروح من جديد. عزب نموذجا مثلا، وكل ما هو موجود ينفخ فيها الروح من جديد فيحييها ويدفع بها إلى العمل، فتؤثر
مباشرة على مدى على صيرورة المجتمع، فنجد ذلك الحراك الفكري وذلك التغيير الاجتماعي وذلك أستطيع أن أقول الإنتاج العلمي وذلك النشاط الاجتماعي، ثم نجد مثلا الفعل الثقافي والفعل التربوي التعليمي والدعوة والإصلاح والعلاقات والاتصال وفهم الواقع. يعني هو فيه أستطيع أن أقول قيم اجتمعت فيه، ثم فيه وسائل وآليات استطاع أن يحركها ويحرك العجلة من جديد، وهذه العجلة استطاعت أن تحدث هذا النوع من التغيير الذي يمكن أن يسمى إصلاحا، يمكن أن يسمى إصلاحا في قراءة لهذا الوضع الذي وجد فيه. لهذا فوجدنا يعني هذه الحركة الإصلاحية تتواصل مع جمعية العلماء بعدما لم يكن هذا التواصل موجودا. نجد الحركة الإصلاحية تفهم كذلك اللعبة أو المعادلة مع وجود مستعمر يحاول أن يطبق أجندات معينة وتتحرك ضمن هذه الأجندات. ثم نجد كذلك أستطيع أن أقول ما يعيق هذه الحركة من فهوم تقليدية موجودة داخل المجتمع فيقفز عليها برؤية ذكية يستطيع أن يحدث ما يمكن يسمى توازنا اجتماعيا، يعني لا يصل إلى ما يمكن أن يسمى قطيعة أو كسرا للمجتمع. إذا أستطيع أن أقول هذه التجربة نجحت إلى حد ما، فالعمل البشري وكله عمل نسبي، نجحت إلى حد ما من إحداث نقلة نوعية داخل هذا المجتمع ونوع من التوافق، وأستطيع أن أقول كذلك مسايرة ما هو موجود في عموم المجتمع الجزائري من حركات إصلاحية موافقة وموازية لهذه الحركة. يعني ممكن نلخص كل هذا شيخ بيوض انفتح، أعلن الانفتاح المدروس وحرك الآليات التي كانت موجودة، كانت راكدة، حرك الآليات، تحريك الآليات من خلال شخصية قيادية إصلاحية قوية جدا، قوية جدا. أتصور هذا النموذج دكتور دوة. أنا أتمنى أني نسأل أستاذنا إذا سمحت. تفضل دكتور، تفضل. أنا سأعود لك دكتور سليمان في بالي، ولكن قوة شيخنا إبراهيم بيوض رحمه الله، هذا البعد الإلهي في التأييد والإعداد والتحضير، هذا في ثقافتنا نحن كمنتمين إلى الثقافة الإلهية عموما نسلم به. لكن في الرجل شيء ما جعله ينتقل منهجيا ومعرفيا بالدرس المعرفي التفسيري الأصولي أن يقنع الجماعة التي كانت تتبنى المقولة أو تتبنى إذا شئتم الثقافة الإباضية في الجزائر أن تخرج وأن تصير جزء من النسيج وأن تمتد وأن يكون لها التأثير. وأستاذ أحمد أعطاك مثال رائع بمؤسسة متقدمة، أنه مؤسسة يفترض فيها يعني بين قوسين إذا سمحت لي تنتمي إلى منطقة فإذا بها تقدم نفسها نموذجا أمام الوطن جميعا. جميل. وتكرم علماء الجزائر ومفكري الجزائر في سبق وفي احتفالية عالية جدا. وحتى الإخوة الذين من غير أن أسمي الذين يشرفون على المعهد وما يرتبط به، وبعضهم نحترمه كثيرا فيما يكتب، معناه أنه كاين سر. احنا ماذا بنا نتعلموا منين جات هذه الإبداعية؟ منين؟ نعم. منين جات؟ ماكش حابب تقول منين؟ هو في مجموع ما كنت أوصفه، يعني في مجموع هذه القيم التي ورثت من هذا المجتمع من خلال تجربته، ثم من خلال تفتحه وتطعيم هذه الخبرة مما كان موجود. إذا سايرنا حركة الإصلاحية البيوضية سنجدها تفتحت على التجربة التونسية. صحيح. فاستفادت من صحافتها واستفادت من أنماط تعليمها. صحيح. التعليم العربي الإسلامي مثلا القرآني استفادت منها. ثم الشيخ بيوض يصرح في كتاباته أنه تفتح على المدرسة الإصلاحية، مدرسة المنار، واستفاد من أفكارها. هذا كل مزج لكل هذه الأبعاد. ثم أنا نزيد نأكد على ارتكاز أستطيع أن أقول شخصية الشيخ بيوض على هذه القوة، قوة الشخصية، يعني الزعيم القائد. صحيح. يعني هو الذي نفخ النفخة الجديدة في المجتمع فدفع به لكي يحرك عجلته نحو الحياة. فنلاحظ هذا المشهد. ثم فيه استمداد بعد ذلك للأجيال التي أتت من بعده، وكأنها تواصل هذا الطريق بماذا؟ بمشاريع جديدة وتجارب جديدة ورؤية أكيد أنها مستفيدة ومبنية على هذا التصور الذي كان موجودا من قبل. هو على كل أنا جايك دكتور سامح لي فتحت نافذة. هو حتى دكتور قاسم بالحاج مثلا مفدي زكريا كشاعر، في زكريا ليس مجرد شاعر بالنظر إلى ما قام به من إصلاح العقل في النظر إلى الهوية الجزائرية. جميل. اقرأ إلياذته لتتأكد من ذلك. نعم. معنى أننا ربما نحن بحاجة إلى عداء في إطار
أشغال الإصلاح إعادة قراءة مفدي زكريا، إعادة قراءة الشيخ بيوض، لأن المآلات أثبتت أن الرجال هؤلاء كانوا يفهمون المستقبل بشكل جيد. ربما نعود إلى ذلك في حصص أخرى. دكتور سليمان سامح لي أخذت منك الكلمة حتى أفتح هذه النافذة. دائما في هذا الإطار، في إطار النمذجة الشيخ بيوض، وإطار كذلك السؤال الذي طرحه أيضا الحاج ذواق، هو أنه قال بأنه نعم نسلم بالعمل المؤسسي، لكن كيف التفعيل؟ أنا أعتقد أنه هذا الذي يقوم بالإصلاح الإصلاحي هذا أو المصلح، هل هو، احنا دائما يرتبط في أذهاننا بأن المصلح هو ديني بين قوسين، معليش نسلم بذلك، لكن هذا الديني هذا من هو هذا الديني؟ هل هو الفقيه فقط؟ حتى نجيب. إذا سلمنا بأن الفقيه هو الذي يقوم بالعملية الإصلاحية فقط، أنا أعتقد أننا لن نتطور في تقديري الشخصي. لماذا لن نتطور؟ لأنه الديني ليس هو الفقيه، الديني هو جزء، الفقيه هو جزء من الديني، الديني هو كل واحد فينا، المهندس ديني، الطبيب ديني، البيولوجي، كل شخص، التاجر ديني، وهذا كان يقول شيخ بيوض ديني. عندما ندخل هذه التخصصات، ندخلها في مفهوم الإصلاح ونقوم بعملية سوف ننجح. وأنا أعتقد أن الذين نجحوا في هذه التجارب، أنا أعرفهم كذلك، أعرف البعض منهم بأنه لا يكتفون بشخص قال متخصص في الفقه في الشارع الإسلامي، هناك في التكنولوجيا، هناك في الطب. احنا في الفقه الإسلامي في الفتوى دائما عندنا هذه مسألة قديمة، مسألة الخبرة، الإكسبير، الخبير هذا لا يمكن أن يكون فقيها. الخبير قد يكون طبيب، قد يكون خبير عقاري، قد يكون طبيب، قد يكون اقتصادي. إدخال هذه التخصصات المعرفية لا نحدث بها فقط تكامل معرفي، وإنما أكثر من ذلك نحدث بها فعلا إصلاح حقيقي. عندما نتناقش الآن هناك يعني رانا ربما متفقين في بعض التخصصات وقد نختلف في بعض هذه التخصصات، لكن هذا الذي يستطيع عندما تكون عندنا مؤسسة في اسمها مؤسسة دينية، معليش، لكن هذه المؤسسة الدينية الذي يعمل بداخلها ينبغي وأن يكونوا متعددي التخصصات المعرفية. هذا هو الشرط في الحقيقة المهم، عندها يمكن أن نصنع واقعا آخر. شكرا جزيلا دكتور سليمان، دكتور الحاج ودكتور قاسم على هذا الطرح. أعود لك دكتور بزاز. الحقيقة الآن انتقلنا إلى منطقة نريد أن نفكر بواقعية. سؤال وأثني عليه سؤال آخر وليس من عادتي، ولكن هل تعتبر نفسك إذا صنفت نفسك مصلحا أم مجددا؟ أين تضع نفسك في إجابة قصيرة ثم أعود لك بسؤال، أثني بسؤال آخر. أنا؟ نعم. صعب، ما أصعبه من سؤال هذا. لا أعتبر نفسي تلميذ في هذه المدرسة الإصلاحية. أيوة، تواضع منكم. لا ذا هو تلميذ داخل هذه المدرسة. نعم. طيب التلميذ اليوم عليه أن يؤسس فهما، نعم، لكي ينقل الناس من نقطة ألف إلى نقطة باء. نعم. ويبدو أنه كلنا تلاميذ في هذه نعم. المدرسة. هل يفهمك الناس؟ هل تشعر أنهم يفهمون خطابك في ظل هذه الخطابات المتشعبة، عفوا، سياسية، إعلامية، ثقافية، دينية، اقتصادية؟ هل يفهمك الناس دكتور بزاز؟ أعتقد أنه هناك فئة من المجتمع تفهم ما نقول. أيوة. وهي فئة عريضة جدا. نعم. ولكن خطابنا لا يصل إلى كل فئات الأمة، وربما هناك فئات تجد حجب بيننا وبين، تجد حجاب بيننا وبين خطابنا، ربما بسبب اللغة التي نتحدث بها أحيانا، ربما بسبب بعض المفاهيم التي تكون غريبة على بعض ثقافات أبناء المجتمع. أنا يتحدث معي كثير من الأشخاص المتابعين لقاء القناة، وأحيانا يوجهون لنا بعض النقد في أن بعض التعابير التي نستعملها لا يتابعون، خاصة بعض الإخوة الذين ثقافتهم باللغة الفرنسية ويحاولون أن يتابعوا القناة. فإذا هذا ربما قد تكون عقبة، ولكن الخطاب الذي نقوله هو خطاب يصل إلى شريحة واسعة جدا من أبناء الأمة، خاصة عندما يكون خطاب هادئ
وأحيانا ربما تجد الصعوبة في أنه بعض الناس قد يتفاجأ بلون جديد من الطرح، بلون جديد من التفكير، وهذا مهم جدا أن تحدث هذه الهزة في تفكير الأمة، لأنه مطلوب منا في ونحن موجودون في هذه الدائرة تاع الإصلاح أن نحاول أن نكون نقطة في انحراف هذه الدالة في الاتجاه الصحيح. نحن في الحركة الإصلاحية بشكل عام في هذه الأمة نحاول أن نتوجه بالإصلاح في الاتجاه الصحيح. قد يكون هذا التغيير هذا بسيط جدا، ولكنه قد يكون مهم جدا مع تراكم تجارب الإصلاح. في الكهف بقوا 309 سنوات وهم في الكهف، ولكن بعد مرور أكثر من 3 قرون أدرك الناس بعد ذلك بأن ذلك الموقف من فتية الكهف كان له معنى. وموسى عليه السلام عندما أراد أن يتعلم من الخضر لم يذهب معه لا إلى صومعة ولا إلى خزانة كتب، وإنما نزل معه إلى الواقع العملي، وهذا الذي يحتاجه الإصلاح، أن يلامس الواقع ولا يظل خيالا ولا يظل كلاما سابحا في عالم الفكر دون ملامسة الواقع. شكرا جزيلا دكتور بزاز على هذه الإجابة. دكتور شيخ بالحاج قاسم، ستقول لي أنا تلميذ في المدرسة الاجتماع، أنا قابلين بالإجابة هذه، لن أسألك هل أنت مصلح أم مجدد، ولكن هل يفهمك الناس؟ الشيخ بيوض إبراهيم بيوض بجلال قدره واحترامه في المجتمع لم يفهم إلا بعد وفاته، والمآلات هي التي أثبتت أن الرجل كان على حق. وكثير ممن حتى البعض من المفكرين دكتور دواق يقول لم نفهم مالك بن نبي بعد، بمعنى أن كثير من دخلوا هذا العنوان، عنوان الإصلاح والتجديد في المجتمع، لم يفهموا في فترتهم، وقد يكون قد أدينوا ثم بعد ذلك فهمهم الناس. هل يفهمك الناس دكتور قاسم؟ على كل حال في رأيي أن هذه المسألة نسبية، بمعنى أن فهم الناس لأي مصلح أو لأي عالم في مستويات معينة. صحيح. والمصلح عندما تكتمل لديه التصور حول مسألة يريد إصلاحها، الأصل أن ينتقل من المستوى النظري الفكري إلى المستوى العملي. سواء فهمه كل الناس أو فهمه بعض الناس. وأحيانا حتى كل الناس لا يفهمونه، ولكن مع الوقت، وهذا الذي وقع الحقيقة لكثير من زعماء الإصلاح سواء في بلاد الجزائر ولا في غيرها، كثير من الأفكار الإصلاحية انطلقت ويعني نزلت إلى الميدان وتحولت إلى حياة الناس واقع، والناس بعد مدة زمنية ماذا فهموا هذه الأفكار ثم اتبعوها بعد ربما عقد من الزمن وعقدين. لماذا؟ لهذا التفاوت موجود في مقدرات الناس ومستوياتهم، وخاصة نحن نتكلم على مصلحين مفكرين، على مصلحين قادة وزعماء. صحيح. الله سبحانه وتعالى حباهم بقدرات، ثم كذلك ربما خبرتهم وتجربتهم وما أتيح لهم من فرص جعلهم يدركون الكثير من المسائل، فكانوا هم رواد مجتمعاتهم. لهذا في رأيي وتقديري لا ينتظر دائما المصلح أو من يتقدم الناس أن يوافق الناس على طروحاته، أحيانا أن لا يوافق كل الناس على طروحاته، بمعنى أحيانا سيكون جريئا، وأحيانا سيكون مخالفا، وأحيانا سيكون ناقدا لما هو مقدس في أعين الناس. صحيح. لأجل في الأخير مراعاة ما هو في صالحهم، وهذا ما سيكتشفونه يا إما بعد فترات من الزمن في حياة هذا المصلح، وربما حتى بعد ذهاب هذا المصلح سيأتي من يدرس هذه التجربة الإصلاحية فيحكم عليها بأنها كانت فيما يصلح ذلك المجتمع. فنحن نتكلم على ظاهرة اجتماعية يقودها شخص يكون زعيما ويكون مصلحا، فهو في الأخير في المقدمة وهو يقود الركب، فهو إذن أدرى بمن معه في هذا الركب من ماذا من المسار، فهو بعد ذلك يسير، يصيب أحيانا ويخطئ أحيانا أخرى. هذه هي حياة البشر، والحركة الإصلاحية أو التجربة الإصلاحية بما باعتبارها بشرية لا ينتظر بالضرورة أن تكون كلها مصيبة، ولكن الغالب منها عندما نقول أنها بلغت نسبة معتبرة من الصلاح وحققت نتائج معتبرة، هذه هي حياة البشر. وتجربة إصلاحية تحتاج إلى كل إصلاح يحتاج إلى إصلاح جديد، وتتواصل حياة البشر بهذه الطريقة، والله أعلم. شكرا جزيلا دكتور قاسم شيخ بالحاج. بروفيسور سليمان، وأنت تنتمي إلى جماعة القانون، جماعة تطبيق القانون، من قضاة محضرين إلى غير ذلك، يعني
خطابك باين نعم. يستوعب، ويحتاج هذا المجال إلى إصلاح بدوره صحيح. على اعتبار أن أيضا تطاله الاختلالات، وربما عندما يفتر الناس عن تطبيق القوانين وإن صح التعبير يحتاجون إلى هذا الخطاب. ما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يحتاجون إلى طاقة الدعوة إلى التوفيق والتوكل على الله، للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يتعدى هذه القناة. تسأل ضمن هذه الدائرة، هل تشعر بأنك تصلح؟ هل خطابك يصل إلى المعنيين بهذا الخطاب باختصار؟ نعم، باختصار شديد. في الحق أنا أذكر ربما شيئين اثنين. الأول أنه أنا أعتقد دائما أن الإصلاح هذا دائما يكون ضمن عمل مؤسساتي ولا يكون ضمن عمل زعامي هكذا شخصاني، وهذا الذي ينبغي أن نفكر فيه. وربما حتى يعني الجمعيات التي نجحت من قبل أو قدمت ما قدمت إنما نجحت ليس بفضل شخص واحد وإنما بفضل هذا المجموع. الشيء الثاني أنه أنا عندي تجربة بسيطة في دار الإمام، عندما يعني تطلب مني الهيئة بأن أقوم برسكلة الأئمة الأساتذة والمعتمدين في قانون الأسرة بالدار العليا. أنا لاحظت أن هناك تجاوب كبير عند الأئمة، وهناك قصور كذلك في هذا الجانب القانوني. الكثير منهم يعترف لي يقول لي بأن الثقافة القانونية ناقصة بشكل كبير. فعندما أحاضر معهم وأتفاعل معهم في الأسئلة وفي النقاش وما إلى ذلك، لاحظت بأن هناك تجاوب كبير جدا، وهناك علاقات إلى يومنا هذا. الآن الكثير منهم يطلبوني كاستشارة قانونية، لأنه في بعض الأحيان الإمام قد يرتكب بدون قصد منه بعض الهفوات والأخطاء التي قد تؤدي به إلى المشاكل، فأنا أبين له متى يفعل كذا ومتى لا يفعل. إذن أقول بأنه هذا وقع تجاوب. أنا أعتقد أنه القانون عندما يصلح في هذا في جانبه في مركزه، والاقتصادي كذلك والسياسي وما إلى ذلك، مجموع هذه الإصلاحات سوف تؤدي الدور الكبير وسوف تحدث تغييرا ولو كبيرا. ونقول مثل ما قال ذلك النبي الصالح: إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. الله ينورك. وحتى إذا قاد هذا الإصلاح الإمام تفهمه وتشربه يمكن أن يحدث كثير من التغيير. شكرا جزيلا دكتور سليمان. بروفيسور الحاج، لا شك تقول المتابعات لهذا البرنامج أنك تتبنى خطا إصلاحيا ما نعترف به داخل هذا البرنامج، نثمنه كما نثمن خط الدكتور بزاز أو خط الدكتور قاسم أو خط الدكتور سليمان أو خطوط شيخنا موسى، شيخنا السعيد وغيره. كل تحت غطاء هذا الإصلاح يريد أن يحدث نقلة ما داخل أفكار هذا المجتمع. هل يفهمك الناس دكتور رواق؟ والله مقياس الفهم يتفاوت الحقيقة، كما قال الأستاذ نبيل الحاج، المسألة نسبية، ولكن هناك من يفهم ويستوعب ما يطرح، وهناك للأسف من يأخذ يعني جزء فويل للمصلين ولا يكمل، وهناك من يبني عليها ردما وليس فهما. للأسف الشديد يبني عليها موقف كلي. ولكن الرهان الكبير هي المادة التاريخية التي من خلالها سنحقق التجاوز، هي الفئة المستهدفة أساسا. هذه الفئة التي لعلنا لم نوفق بعد في إنتاج تلك الموجة التي سينصت إلينا من خلالها. أتكلم عن تجربتي الخاصة، لعله يعني هل نحن من الشجاعة ومن الكفاءة ومن المقدرة المعنوية النفسية في المقام الأول، ثم الفكرية في المقام الثاني، في المنهجية أن نتحمل صدى ما ننتجه من معرفة ومن وعي وما نلقيه من خطابات نريد من خلالها أن نحقق الإصلاح الحقيقي، لا التلفيق ولا التلفيق الذي سيؤجل المشكلة، لا يحل المشكلة. لأنه في بعض الأحيان يفهم البعض الإصلاح على أنه تكرار للماضي. لا أقول أن كل الماضي مخفق، ولكن في الماضي إخفاقات. تكرارها والإصرار على تكرارها سيجعلنا كذلك الذي يراوح مكانه يبدأ من نقطة استئنافية ويرجع إلى أخرى. أحيانا نحتاج إلى التجديد يا أستاذ أحمد، نحتاج إلى التجديد بأن نعرض فكرة جديدة، أن نعرض فهما جديدا.
أن نصلح الإصلاح الحقيقي الذي يرمم، ولكن يرمم في سياق عملية استراتيجية الغرض منها عملية الابتعاث وعملية النهوض وعملية الوقوف على قدمين سليمتين صحيحتين قويتين تجعلان من هذا الدين يرجع من جديد بألقه وبانفتاحه وب هذا يضطرنا إلى مستويات 5 على السريع إذا سمحت لي. المستوى المرجعي، حيث يجب أن نستعيد المفهوم المركب للمرجعية. وعندما أتحدث عن المرجعية أتحدث عنها من الوجهة المعرفة الإبستيمولوجية وليس من الوجهة الفقهية المباشرة. المرجعية المركبة حيث على العلوم والمعارف جميعا أن تقطع التدابر الذي بينها وأن تجلس إلى بعضها لتتعلم من بعضها ويحقن بعضها البعض الآخر. المستوى الثاني مستوى المنهج الذي سيتجاوز الانكفائيات والانغلاقيات، إما الماضي فقط وإما الحدث فقط. لا يمكننا أن نؤسس لمنهج يأخذ من كل جهة نجاحاتها وقوتها من غير تلفيق، يعني والمسألة تحتاج إلى تفصيل. المستوى الثالث على مستوى الرؤية، ولو لاحظت في لقاء القناة يعني من العام الماضي في قراءتنا للتاريخ فعلنا شيئا جميلا جدا وقويا جدا في إطار الثقافة الدارجة، شيء جميل. وهذا العام أيضا في اتجاهنا إلى المستقبل أيضا فعلنا في إطار الرؤية أننا نقدم نوع من الموقف المتوازن، لا الموقف الممجد المهول ولا الموقف الممتهن، الموقف المسف الذي يلغي. لعلنا نتلمس طريقنا بين الفهوم والأطروحات، لأنه لسنا وحدنا على الساحة، فهناك الأطروحة العلمانية التي تمنيت أن نتحدث عنها باعتبار أنها تقدم نفسها كأطروحة إصلاحية. الآن إصلاحية ليست إصلاحية، تحتاج إلى تفصيل وإلى بسط حديث حتى لا نظلم جهود الناس. الأطروحة اليسارية، الأطروحات المختلفة أيضا تقدم نفسها. في المستوى الرابع اللي هي مستوى القضايا، النسق، لأنه أنت عندك مرجعية وعندك منهج راح تستنبط رؤية. هذه الرؤية عبارة عن نسق، عبارة عن تطبيق قضية الحريات، قضية المرأة، قضية الاختلافات، قضية التعدد، قضية التاريخ، قضية هذه كلها تحتاج إلى قول جديد. جميل. قول يتمثل الدارج الموجود. وهنا أسمحك في قوس صغير، لقاء شيخنا إبراهيم بيوض رحمه الله، أستاذنا مالك بن نبي رحمه الله، والإخوة في طبعوا ندوات مزاب تلك الحوارية العالية صحيح. بين شخصيتين، إحداهما كان يفترض فيها أن تكون تراثية صحيح. والأخرى كان يفترض فيها أن تكون حداثية، فإذا بهما ينتجان قولا على قولا معرفيا عاليا جدا، شخصيتان جزائريتان أنتجتا خطابا إصلاحيا راقيا جدا جدا. ثم ننتقل إلى عملية التطبيقات اللي هي الأخيرة. تطبيقات كي نقول تطبيقات في موضوع الحريات. هل نحن مستعدون أن نفتح سؤال الحريات من مبدئه إلى منتهى؟ وغالبا عملية استجماع هذه المستويات الخمسة تسمح لنا في النهاية أن نحقق إصلاحا من خلال لمسة المدرسة الجزائرية من غير أن ننكفئ أو أن ننغلق، لنحقق الاجتهاد النوعي المؤسسي. ولعل هناك فرص كما قلنا في حصص ماضية لبعض المؤسسات التي ستتشكل في المستقبل أن تجمع ليس فقط يا ريت ليس فقط في مستوى إنتاج الفتوى الجزئية، نحتاج إلى مجالس علمية حتى على مستوى الوعي العالي، نحتاج إلى مؤسسات علمية تتلقى ما يحصل. وأتذكر هنا للأسف الوقت لا يكفي، أتذكر هنا المجمع الفاتيكاني الثاني 62-65 الذي راجع كثير من القناعات المسيحية، منها موقف المسيحية الكاثوليكية من النبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من حقانية القرآن ومن مصدر الإلهي للقرآن. أقول إن المسيحية استطاعت أن تتعلم من أخطائها إلى حد ما، لعلها في قابل ستتجرأ على الاعتذار من المسلمين من الأخطاء التاريخية الواردة. يا ليتنا، لا أقول أننا سنكون التلميذ عندهم، ولكن نقول نستدعي جرأة المصلحين عندنا ونتمثل الفهم المركب والمرجعية المركبة والمنهجية العلمية المركبة التي ستسمح لنا ببناء الوعي الإسلامي المتجدد الذي لا يخاف ويتجه إلى المستقبل بأريحية من غير أن يمتهن أو أن يهول أو أن يهون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. السلام عليكم.